من 2012 ل 2021 يوسف الشريف كان علامة الجودة في الدراما المصرية. سنة ورا سنة مسلسلاته بتنجح ونجاحاته بتزيد والأضواء كلها بتتسلط عليه، ولكن فجأة كل ده بينطفي وبيختفي يوسف الشريف عن التلفزيون ل4 سنين متتالية. في خلال ال4 سنين دول يوسف الشريف كان يدخل مسلسل، لكن المسلسل بتصيبه اللعنة وبيتلغي، زي مسلسل الراكون كده. لكن السنة دي يوسف الشريف رجع لنا بمسلسل فن الحرب. بس يا ترى بقى، هل المسلسل ده كان قد التوقعات؟ وهل كان بنفس مستوى أعمال يوسف الشريف القديمة؟ الإجابة ببساطة لأ. وخليك بقى يا صاحبي معايا لآخر الفيديو عشان أعرفك ليه. المسلسل ده فاشل. مبدئيا قصة المسلسل بتحكي عن نصاب محترف اسمه زياد، بيقرر انه يجمع فريق زيه من النصابين يسرقوا فلوس الناس. وطبعا بطلنا عبقري وذكي في نفسه. الحاجة الوحيدة اللي بتميزه عن زمايله النصابين انه مثقف بزيادة. طول المسلسل مصدعنا بكتاب فن الحرب اللي بيطبق قواعده في كل عمليات السرقة اللي بيعملها في المسلسل، على عكس أعمال يوسف الشريف اللي دايما كنا بنشوف فيها قصص جديدة وأفكار مبتكرة. لأن قصة فن الحرب قصة مكررة واتهرت في كذا عمل فني. انت بتقولها دي اتهرست في 300 فيلم عربي قبل كده، من ايام نجيب الريحاني. والنبي يقول له يا شاهين، مش بس في أعمال مصرية، ده كمان في أعمال أجنبية وغيره وغيره يا باشا. على مستوى الكوميديا فعمرو سمير عاطف ما كانش موفق خالص في السيناريو. يا جماعة أنا عارف إن عمرو سمير عاطف هو اللي كتب راجل وست ستات وتامر وشوقية، لكن الكوميديا في فن الحرب كانت مفتعلة بشكل لا يوصف. على مستوى تصميم الشخصيات فتصميم الشخصيات كان سطحي وباهت. العصابة مفيش بينهم أي كيمياء أو تناغم، على عكس مثلا فرقة ناجي عطلة اللي أفراد الفريق الكيمياء كانت ضاربة منهم للسما، بالذات عبد الجليل وإبراهيم الصايع بتاع العبري. الكيمياء كمان كانت حاضرة في عصابة ميت وش. مشاهد سبعبة وعم سامح الضلالي كفيلة إنها تعالج أي حد مريض من الاكتئاب. اخواتنا الدكاترة النفسيين زعلانين مني دلوقتي. التمثيل في المسلسل فهو كعادة أعمال يوسف الشريف، مفيش تمثيل خالص. وانت بتتفرج على يوسف الشريف في المسلسل هتحس انه مبذلش أي مجهود في تحضير الشخصية ولا ذاكر تفاصيلها. هي نفس طريقة يوسف الشريف النمطية اللي بيمثل فيها في أي مسلسل ليه. كمان الشر في المسلسل اللي كانت بتمثله الفنانة ريم مصطفى، وانا بصراحة مش عارف ليه المخرجين دايما بيحبوا يطلعوا الاشرار حلوين. الشخصية الفيلن هنا كانت شخصية تافهة وسطحية ومبتمثلش اي خطر او تهديد للفريق بتاعنا، وده برضو من عيوب الكتابة. لو حضرتك مش هتقدر تشوف الحقيقة إلا من خلال الأوراق والمستندات فأنت مش محتاج. خلينا اتمنى ان انا اموت، بس عارف ايه اللي مصبر؟ البلوت تويست هو الحدث الغير متوقع اللي بيقلب أحداث الحدوتة ويخلي دماغك تلف من التفكير. على طول كنت بتلاقي العنصر ده موجود في أعمال يوسف الشريف، وكنت بتاخد التغفيلة التمام في آخر يوم من رمضان، وتصحى أول يوم العيد تسأل نفسك هو أنا إزاي كنت عبيط كده وأنا بتفرج على المسلسل. التويستات في مسلسل فن الحرب كانت متوقعة ونمطية. يعني التويست الخاص بشخصية أبو زياد دي حاجة كنت متوقعها من أول المسلسل، فبالنسبة لي ما كانش فيها أي مفاجأة إن أكتشف إن أبوه هو اللهو الخفي. المسلسل كمان عانى من التمطيط والملل والحشو في حلقاته، لدرجة إن أغلب اللي كانوا بيتفرجوا عليه بطلوه بعد الحلقة ال5. وفي مجموعة تانية من الناس بيقولوا إن المسلسل خرافي، وإنه بعد الحلقة 17 الأحداث بدأت تستوي على النار وتحلو. طيب يا جماعة، أنا ليه أقعد أتفرج على مسلسل 30 حلقة واستنى أحداثه تبدأ بعد الحلقة ال17؟ إيه جلد الذات ده يا جدعان؟ نهاية المسلسل مفتوحة. بنكتشف في النهاية إن ياسمين لسه عايشة وعملت نفسها مثقفة زي يوسف وبتقرا كتاب فن الحرب. بص، انت لو معجب متعصب بيوسف الشريف فممكن الفيديو ده يضايقك وما يعجبكش. وفي نهاية الفيديو حابب أعرف رأيكم، هل شايفين مسلسل فن الحرب حلو ولا مسلسل فاشل؟ اكتبولي رأيكم في التعليقات، وياريت ما تنسونيش باللايك الجميل والاشتراك. صحيح، قبل ما في الفيديو، هو الشابوه لحد دلوقتي ما بيفكرش يعمل جزء تاني من النهاية؟ أصل لسه لحد دلوقتي مش فاهم نهايته.